الثانية لكأس الاتحاد الإفريقي بين النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري، خصوصا بعد تعادل ناكانا وسيوي سبور. أول الاختبارات كان سهلا على الخط الخلفي للأهلي مع المدافع أحمد فتحي. الضغط الساحلي استمر على منطقة الأهلي، وفق هذه المرة الحارس شريف إكرامي في الوقوف في وجه علي البريقي. الرد الأهلاوي جاء عبر محمد ناجي جدو الذي جانبت رأسيته مرمى الحارس أيمن البلبولي. تواصل ضغط أصحاب الأرض وكلل بهدف بغداد بونجاح الذي تلقى تمريرة في العمق من رضوان الفالحي. في مطلع الشوط الثاني كاد سيف غزال يضيف الهدف الثاني للساحلي، لكن رأسيته علت مرمى إكرامي، وعلى نهجه سار محمد سلامة الذي أهدر فرصة أخرى لتعزيز نتيجة. وفي غمرة انتظار الهدف الثاني الذي لم يأتي، تمكن عمرو جمال من تعديل النتيجة بعد تمريرة جميلة من أحمد شكري. أتيحت بعدها الفرصة لمسجل هدف النجم الساحلي بغداد بونجاح لإضافة الثاني، لكن تسديدته لم تجد طريقها إلى شباك إكرامي، ولا رأسيته الجميلة صنعت الفارق أيضا بعدما ارتطمت بالقائم لتنهي صافرة الحكم المباراة بالتعادل الذي جاء في صالح الأهلي إن عزز صدارته للمجموعة الثانية ب4 نقاط. في العموم احنا فرحانين بمردود لاعبينا، وان شاء الله